الرحمن الرحيم. تعالوا مع بعض ناخد الدرس الثالث في الوحدة تحليل الأعداد النسبية باستخدام النماذج. طب يا مس، احنا عندنا قبل ما نقول الأعداد النسبية ايه هي الأعداد اللي بتتكون منها الأعداد النسبية؟ فاكرين يا ولاد لما أخدنا أعداد العد 1 و2 و3 و4. بعد كده عندنا أعداد طبيعية بادية بالصفر والواحد والاثنين والثلاثة ومجموعة غير منتهية. طيب مجموعة الأعداد الصحيحة دي جزء منها سالب وجزء منها موجب والصفر اللي موجود، والكلام ده قلنا قبل كده إن الصفر ملوش دعوة لا بالسالب ولا بالموجب، يعني الصفر ليس سالب وليس موجب. دي أعداد طبيعية والمعكوس بتاعها، يعني المعكوس بنغير إشارة العدد، يعني الواحد يبقى المعكوس بتاعه سالب واحد، الاثنين المعكوس بتاعها سالب 2 وسالب 3 المعكوس بتاعها الجمعي التالت. طيب عندي مجموعة الأعداد النسبية دي لازم أحطها في صورة كسر بسط ومقام، أحط في صورة كسر بسط ومقام كده. ده عندنا الأعداد العد والأعداد الطبيعية والأعداد النسبية. تعالى كده مع بعض نشوف أعداد العد الرمز بتاعها إيه. ماله يا مس حبيبي؟ إحنا نبتدي 1 2 3، يعني مجموعة غير منتهية. أعداد طبيعية هناخد الحرف بتاعها طاء، خلاص، بس احنا ما عندناش طاء يا مس، احنا عندنا ان. ايوه عشان احنا انجليزي. طيب وهي مجموعة الأعداد الطبيعية مالها يا مس؟ مجموعة الأعداد الطبيعية بادية بالصفر والواحد والاثنين والتلاتة وبرده مجموعة غير منتهية. نيجي بعد كده للأعداد النسبية بتاعتنا. مالها الأعداد النسبية يا مس؟ الأعداد النسبية بتاعتنا قبل الأعداد النسبية عند الأعداد الصحيحة. أعداد الصحيحة الصفر، وعلى يمينك أعداد موجبة، يعني الصفر ياخد الموجب؟ لا يا حبيبي، الصفر لا هو سالب ولا هو موجب، وسالب واحد سالب 2 وهكذا. في حاجة جميلة عندنا اسمها المعكوس الجمعي، يعني بغير إشارة العدد، يعني لو سالب 3 يبقى المعكوس الجمعي بتاعه التلاتة. طيب لو انت عندك الخمسة غير إشارته يبقى المعكوس الجمعي سالب الخمس. أعداد النسبية يا ولاد دي أمهم كلهم. أعداد النسبية بتاخد كل المجموعات عددية أو العدد كبيرة شوية طبيعية، بعد كده الكبيرة خالص اللي هي مين يا جميل؟ اللي هي الأعداد الصحيحة، بعد كده أمهم كلهم اللي هي الأعداد النسبية. طب يا ميس، هو احنا دلوقتي الأعداد الصحيحة لو أنا جاني كسر أقول موجود ولا مش موجود؟ تعال نشوف. لو أنا عندي نص وأقول ينتمي أو لا ينتمي للأعداد إيه صحيحة مثلا، يعني كسر ده موجود عندك في الصحيحة؟ لا يا ميس أقوله لا ينتمي. يعني إيه ينتمي؟ ينتمي يعني موجود، لا ينتمي يعني مش موجود. ينتمي موجود، لا ينتمي يعني مش موجود. تعال نشوف حل مع بعض. السؤال بتاعنا بيقول لي إيه؟ السؤال الجميل اللي زي ولادنا الحلوين بيقول إيه؟ بص معايا، جميع الأعداد الصحيحة هي أيضا أعداد إيه؟ يعني الأعداد الصحيحة تبقى أعداد إيه؟ أقول له نسبية، أقول له أعداد نسبية، أقول له أعداد نسبية. طب مجموعة أعداد العدد والعدد صفر بيمثلان مجموعة أعداد إيه؟ يعني أنا خدت 1 و2 و3 و4 ورحت ضايفة عليها الصفر، رحنا إحنا عاملين مجموعة الأعداد الطبيعية. خدنا أعداد العد 1 و2 و3 وزودنا عليها الصفر، بقى الصفر 1 2 3 4 5 6، بقى اسمها ايه؟ أعداد الطبيعية. طيب مجموعة الأعداد الصحيحة تحتوي على مجموعة أعداد صحيحة سالبة وإيه تاني يا ولاد قلنا؟ يبقى الأعداد الصحيحة سالب وموجب وصفر، سالب وموجب وصفر، سالب وموجب وإيه؟ وصفر. جميل، يلا مع بعض نكمل. نركز مع بعض كده، وبيسألني سؤال جميل أوي. بيقول لي عندي ينتمي إلى، لا ينتمي إلى، جزئية من وليست جزئية من. أفسر ده كله إزاي يا ميس؟ وإمتى آخد ينتمي وإمتى آخد جزئية؟ ينتمي لما يكون رقم قصاد رقم، رقم قصاد رقم. طب لو قلنا مجموعة لا، يبقى احنا هناخد جزئية أو غير جزئية. تعال نشوف كده يا جميل. يعني انت عايزة رقم قصاد رقم بس يا ميس، ولا ممكن رقم قصاد مجموعة؟ لا، ممكن رقم قصاد مجموعة عادي، مفيش أي مشكلة.
طيب العدد -5 نقط مجموعة أعداد العدد. احنا خدنا مع بعض من شوية أعداد العدد، هل هي فيها سالب؟ أعداد العدد فيها سالب؟ لا، فأنا هضطر إن أنا أقول له هنا إيه؟ لا ينتمي، لا ينتمي. تاني، طيب الكسر بتاعي 3 أخماس نقط مجموعة أعداد نسبية. لا، الأعداد النسبية بتاخد كله يا ميس، كسر وغير كسر وعشري وغير عشري، كله عندها. أعداد النسبية بتاخد كله يا ميس، بتاخد كله. والله يا ميس بتاخد كله. طيب يبقى أنا هنا ال3 أخماس كسر يروح للنسبية، ينتمي. طب يا ميس انت عندك هنا كلمة مجموعة. مجموعة دي بتتعامل مع جزئية وغير جزئية. مجموعة بتتعامل مع جزئية وغير جزئية. مجموعة بتتعامل مع جزئية وغير جزئية. قال لي مجموعة الأعداد الطبيعية نقط مجموعة أعداد نسبية. الطبيعية والعد والصحيحة موجودين في الأعداد النسبية. مجموعة أعداد العد ومجموعة الأعداد الطبيعية والصحيحة موجودين في الأعداد النسبية. يعني أنا أكتب إيه هنا دلوقتي يا مس؟ إيه رأيك أنت؟ هقول له جزئية. طيب مجموعة الأعداد الصحيحة نقط مجموعة أعداد العدد. أنت عارف إن مجموعة أعداد العدد دي أول مجموعة ابتدت بها الرياضيات، اللي هي 1 و2 و3. طب والصحيحة يا ميس؟ الصحيحة فيها سالب وفيها موجب وفيها صفر. فهل الصحيحة موجودة قاعدة مع أعداد العدد؟ لا يا ميس، فأنا هقول له ليست جزئية. يلا نكمل. سؤال حلو زيك هديهولك واجب، ركز معايا. ينتمي إلى، لا ينتمي، جزئية وليست جزئية. طب العدد 3.1 موجود في النسبية؟ لأن أعداد العدد ما فيهاش أعداد طبيعية، ما فيهاش كسور عشرية، ولا الأعداد الصحيحة يا ولاد فيها كسور عشرية، يبقى هي موجودة. طب يا ميس ده قال عدد، خلاص يبقى احنا هناخد ينتمي. طب لو قال مجموعة يبقى احنا نتعامل مع جزئية أو غير جزئية. العدد -1 يبقى احنا هنلعب مع ينتمي ولا ينتمي. -1. طب وهي الأعداد الطبيعية لو انت شطور وعارف فيها سالب؟ لا، السالب مع الأعداد الصحيحة. يبقى احنا هنقول له ايه يا ولاد؟ ينتمي ولا لا ينتمي؟ لا ينتمي. مجموعة الأعداد الطبيعية مالها يا ميس؟ نقط مجموعة أعداد صحيحة. طيب يا ميس تعالى كده، ادي 0 1 2 3 وهكذا، وهنا -1 بتاعت الصحيحة -2 برضو مجموعة غير منتهية. ركز كده، بيقول لي مجموعة الأعداد الطبيعية اللي هي الصفر والواحد والاتنين والتلاتة. انت برأيك بقى كده هما موجودين في الصحيحة؟ يبقى احنا هنقول ايه؟ جزئية. يلا نشوف اللي بعده. تعالوا نشوف مع بعض السؤال الجميل. بيقول لي كتابة الأعداد النسبية على صورة كسر اعتيادي. كسر اعتيادي يا جميل ماما يعني بسط ومقام. طب أنا لو عندي 5 عايزة أخليها في صورة عدد نسبي، ال5 أحطها فوق والمقام بتاعي أحط 1. إيه ده؟ يبقى أنا حطيته على صورة 5 على 1، يعني صورة كسر بسط ومقام. نركز تاني، هحط السالب وآدي 7 وأحط في المقام 1. الصفر يا ولاد اهو احطه في البسط واحط تحتيه 1. اي عدد صحيح يقابلك. طب والعشر يا ميس؟ لا، دي اسمها 56 جزء من 100، ده عدد نسبي، فانا هحط ال56 فوق، وانا بقول من 100 يا ولاد يعني العلامة بعد رقمين، يعني انزل صفرين. طيب 1.3 خد الاعداد بسط من 10 حط 10 تحت. طب وده يا ميس اعمل فيه ايه؟ المقام ما بيتغيرش، اضرب تحت واجمع فوق. يلا نرفع الكسر، 1 في 2 ب2 وواحد 3 على الاتنين. والعشرين هتبقى زي الخمسة والصفر وسالب 7. حط ال20 بسط وحط مقام. ايه ده بيجيلنا في الامتحان طبعا. 2 في 4 ب8 و3 11. نرفع البسط. يعني ايه يا ميس؟ يعني العدد النسبي يا ولاد لما يجي لك اي عدد عندك احطه على صورة أ على ب او A على B، يعني صورة ايه؟ صورة ايه دي؟ صورة كسر، صورة كسر. نركز مع بعض في السؤال الجميل ده. بيقول لي حدد موضع كل عدد من الأعداد النسبية على خط الأعداد. زي ما احنا شايفين النص، معروف ان النص انت ولد شطور بيقع ما بين الواحد والصفر، ما بين الواحد والصفر، فبعمل خط اعداد وبكتب صفر وادي الواحد والنص موجود ما بينهم.
خلاص كده لوحدتين متساويتين، معروف ان النص. طب لو انا عايز امثل 2.3 ونقسم المسافة ما بين الاتنين والتلاتة لكام وحدة؟ قال لي 3 وحدات. خلاص انا هعمل 2 وادي التلاتة. عايز تكتب خط الاعداد 0 1 2 3 براحتك، بس هنا 2 وهنا 3. النقط اللي في النص دي كلها قال لي قسمها ل10 وحدات. طب يا مس قال لي 2 و3 أعشار، يعني انت بعد الاتنين هتعد وتيجي عند رقم 3 وتعمل البوينت بتاعتك. يبقى احنا كده تعدينا 3 أجزاء من 10، يبقى 2.3 مرة كمان. طب لو قال لي لتمثيل واحد -1 و7/10، -1 و7/10. خلاص أنا هعمل -1 و-2 وبينهم 10 خطوط صغننة. ادي -1 وادي -2 يا ولاد اهي. واعد النقط بتاعتي اللي موجودة عندي وابتدي اكتب ايه العدد بتاعنا. ليه يا ميس كده؟ انا بحدد العدد بتاعي ما بين عددين، بحدد العدد بتاعي ما بين عددين. قالك 7 أجزاء من 10، ادي -1 يا جميل. بعد كده عد 7 شرط وحط العلامة بتاعتك. يبقى احنا كده عدينا بعد -1 ب7 أجزاء من ايه 10. عايزة منك لايك وشير عشان تستنى التدريبات في الدرس الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.